السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني، بقالي كتير ما بنزلش فيديوهات، بس ان شاء الله الواحد ينزل فيديوهات باستمرار. اهم حاجة دعمكم معايا وان انتوا تبقوا معايا ومشاهدات ولايكات للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده هنعمل طاجن لحمة. طاجن مكرونة باللحمة المفرومة. بصراحة الفيديو ده أنا مصوراه من زمان أوي، يعني داخل على 4 5 شهور. أنا كنت ناسياه أصلا، والله كنت ناسياه، وكنت بدور في الفيديوهات كده. قلت لقيته قدامي، قلت أسجل عليه صوت وننزله على القناة. بس دي اسهل طريقه لطاجن لحمه، لطاجن مكرونه باللحمه المفرومه، وطعمه حلو قوي، واكله سريعه هتعمليها في اي وقت انت عايزاه. يعني سريعه ما بتاخدش وقت. لو عندك اللحمه متعصجه في الفريزر، ممكن تطلعيها وتعملي المكرونه على طول. اول حاجه هنعصج اللحمه بتاعتنا، عشان اللحمه بتاعتنا لازم تكون جاهزه. طبعا انا كنت جايبه اللحمه، وعملتها صبحه، ما كانتش موجوده، يعني ما كانتش محطوطه في الفريزر. جبت اللحمة المفرومة وحطيت مادة دهنية في الصينية. حط انت بقى المادة الدهنية زي ما انت عايزة، سمنة زيت اللي عندك مش هتفرق. حطي سمنة على زيت، برضك مش هتفرق. بتحطي بقى السمنة وتروحي حاطة اللحمة عليها وتقلبيها كويس. عايزة تعملي البصل الأول وتحطي البصل الأول وبعدين اللحمة المفرومة عادي، بس دي الطريقة دي حلوة وبيبقى طعمها حلو يعني. وبعد كده نحط بقى بنحط توابل كمان بتاعتنا، توابل لحمة وفلفل وملح، بس ما تكتريش، يعني ما تخليش التوابل كتير عشان ما تضيعش طعم الحاجة. وبتقلبي كده. الطريقة دي حلوة قوي يا جماعة والله. يعني البصل يعني بعد ما تشوحي اللحمة تشويحة كده، بتحطي بقى البصل بتاعك. طبعا حطيت الملح اهوت، شوية ملح، ما تكتروش ملح كتير يعني. وبنقلب لحد ما اللحمة بتتشوح معانا، وبعد كده بنحط البصل بتاعنا. البصل خرطيه على زي ما انت عايز. عيالك بيحبوا البصلة ناعمة، خرطي البصلة ناعمة. عيالك بيحبوا البصلة كبيرة، حط البصلة كبيرة. وبنشوح بقى. طبعا بنحط مع اللحمة المفرومة فلفل، وبنحط طماطماية او طماطمتين بالكتير. عايزة تعمليهم تضربيهم في الخلاط وتحطيهم، بتبقى حلوة برضو، يعني اللي انت عايزاه. الفلفل، حط قرن فلفل حامي. الحاجة اما بتبقى حراقة بتبقى حلوة، بتأكل العيال. عيالك ما بيحبوش الحراق، بلاش. طبعا انا كانت صلصة المكرونة دي، صلصة المكرونة خدت منها مقام كوباية كده، وحطيتها على اللحمة المفرومة، وبسيبها بقى تستوي براحتها مع نفسها. تسيبيها تستوي مع نفسها كده، وبعد كده بتبدأي في عمايل المكرونة بتاعتك. طبعا المكرونة اسهل حاجة واسهل اكلة احنا بنعملها. عايزة اقول لكم ان انا بصور الفيديو اصلا من فوق السطح، ومعلش لو في صوت فراخ ولا حاجة، انا اسفة. بس حلو القعدة في الشمس في الجو الشتا ده، حلو. وبعدين الهدوء حلو مع الفراخ كده، تبقى قاعدة مع الفراخ في الهدوء، احسن حاجة. خلاص زودنا شوية توابل كمان بعد ما حطينا الطماطم، وهنغطيها ونسيبها تستوي مع نفسها. طبعا مية المكرونة احنا معلقين عليها، وهحط غليت. بتنزلي بقى، بتحطي في مية المكرونة شوية ملح وشوية زيت، وبتروحي نازلة بالمكرونة سلقاها. المكرونة سلقاها معروف وسهلة. المكرونة ما اعتقدش ان في عيل ما بيحبش المكرونة. عيالنا كلهم بيعشقوا المكرونة بكل انواعها. انا كنت عاملة المكرونة اقلام، طاجن مكرونة، كنت عاملاها اقلام. بعد كده بجيب الطاجن بتاعي، وبحط في القعر كده، في القعر بتاعه بحط شوية لحمة مفرومة اللي احنا عملناها، وبنزل عليها بالمكرونة. بعد ما بتحطي كده بتروحي نازلة عليها بالمكرونة كمان. وبعد المكرونة بنحط الصلصة، وننزل بطبقة تاني لحمة مفرومة. بجد عايزة تعمليها طواجن صغيرة كده وتدخليها الفرن،
طواجن صغيرة لكل واحد من عيالك وكل واحد فيكم طبق طاجن، مفيش مشكلة. أنا ما عنديش الطواجن الصغيرة دي، كل اللي كان عندي الطاجن الكبير، لأن أنا ما بعرفش أعمل في الطواجن الصغيرة حاجة بصراحة. ونزلت بقى بالمكرونة زي ما انتوا شايفين، والصلصة بتاعتك بتكون متسبكة وملحها مظبوط، كل حاجة فيها مظبوطة. أهم حاجة في أكلتك دي إن انت تبقي كل حاجة فيها مظبوطة. وبروح نازلة ايه بالصلصة بقى على المكرونة كمان. جربوا الطريقة ديت، حلوة قوي. الصلصة بصوا حمرا وجميلة، بتنزلي بقى على المكرونة بتاعتك كده. عارفين دي بتفكرني بالمكرونة اللي احنا بنشتريها من محلات الكشري. المكرونة دي بتبقى في المحلات، بتبقى طعمها حلو قوي، بس لما انت بتعمليها في البيت بتفرق طبعا، طعمها بيبقى احلى بكتير في البيت. لما انت تعملي حاجتك في بيتك بتبقي عارفة انت عاملة ايه، وحاجة بنظافة وحاجة شكلها حلو ومضمونة. غرقي بقى المكرونة بتاعتك صلصة زي ما انت عايزة. طبعا المكرونة طول ما هي غرقانة صلصة بتبقى تحفة تحفة. وعندي بقية اللحمة هنزل على الوش المكرونة، يبقى عندنا طبقة اللحمة من فوق ومن تحت. عايزة تحطي طبقة مكرونة وطبقة لحمة في النص عادي، مفيش مشكلة، حسب الكمية اللي عندك. بس بتهيألي الكمية اللي احنا عاملينها حلوة، يعني انا كان ممكن الكمية دي احطها في النص، في نص المكرونة. لا انا خليتها على الوش كده وفي قعر الطاجن، وتروحي حطها ايه في الفرن 5 دقايق كده، ايه تاخد لون بس. الله اكبر الله اعظم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. طبعا عايزه اقول لكم لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه علشان ايه يوصل لكم كل جديد. حطيت بقيه اللحمه، نعدي الاذان ونتكلم تاني. لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. خلاص الطاجن بتاعنا خلص، وهتحطيه بس في الفرن شويه ياخد وش، في فرن البوتاجاز. مش عايزه ياخد وش وتاكله على طول كده، تحفه تحفه بجد، طعمها بيبقى تحفه، مش محتاج اي حاجه. عايزه تحمري وشها حمري. وبكده يبقى الطاجن بتاعنا خلص، واعتقد مفيش اسهل ولا اسرع من كده طاجن ممكن تعمليه لولادك.